اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا صباح النور والسر على احلى اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. وحشتونا كتير من فيديو الكحك لحد النهارده بنعمل ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض تخزين الفسيخ. مش متاخره شويه يا ام ادم؟ والله متاخره بس على عيني. سامحوني. بصوا زي ما انتوا عارفين وقت رمضان ضيق جدا، وعلى بال بقى ما بتعملي ده وتعملي ده، يعني عايزه يوم تاني على اليوم بتاعك عشان يخلص معاكي. والله الحمد لله على كل حال. وفي الاخر كمان زي ما انتوا شايفين رمضان طلع يجري ازاي. فعلا ضيف عزيز وغالي. كنا الاول بنقول اهلا رمضان، دلوقتي بنقول مهلا رمضان. النهارده 19 طبعا زي ما انتوا عارفين رمضان. يعني الايام الحلوه هي اللي بتعدي تجري فعلا. بس زي ما انتوا شايفين كده ايه، جبنا الفسيخ ومسكنا غسلنا غسله حلوه. ما حبيتش والله اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. قلت اغسله الاول واصفيه وارجع لكم بقى ايه، نبدا مع بعض على طول. بس يا حبايب قلبي، هنا كنت جايبه الملح اهو زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليه معلقتين من الكركم، وهحط عليه معلقتين من الشطه. بس كده بس كده هو ده تخزين الفسيخ. ما اكذبش عليكم، انا اول مره اخزنه، فادعولي ان ربنا كده ان شاء الله ايه يكرمني ويطلع حلو بامر الله. ربنا ما يغزلنيش ان شاء الله بامر الله. بس قلبنا كل ده في بعضيه، وهنبدا بقى نخزن الفطير بمشيئه الرحمن عشان ناكل منه على العيد بامر الله. ان شاء الله يطلع حلو بمشيئه الرحمن. بس كده يا حبايب قلبي، مبروك. كنت بدأته من 5 ايام فاتوا، بس للاسف كان في بالي، بس انشغلت بكذا حاجه. فالحمد لله على كل حال، ما حصلش نصيب وعملته من قبلها. فان شاء الله ربنا يأذن بالخير، يكون الايام دي اللي فاضله تلحق تساوي ان شاء الله. كان حصلت حاجه كده هقول لكم عليها ان شاء الله، هنزلها لكم في فيديو. هي اللي اخرتني، بس ايه للاسف يعني ما نقولش غير قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. هنا يا حبيبي زي ما انتوا شايفين حطينا الملح. اهم حاجه يكون ملح رشيدي او ملح صخري، هو اسمه كده، او ملح بحر. اللي مش عارف كل ده يقول ملح خشن. في اللي بيعملوا بالملح الناعم، بس انا ما جربتش عشان ما اكذبش عليكم. او بسمع اغلبيه الناس بتقول بالملح اللي هو الصخري احلى. احنا عندنا بنقول عليه ملح رشيدي، فمعروف جدا يعني. بس كده يا حبايب قلبي، دول اللي قدامكم دول 2 كيلو وكام، 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص سمك بوري. بس الاسعار ايه ده، الاسعار يعني ده انا لقيته ب180 جنيه وب150. اخدته من اللي بتبيعه ب150، اخدته ب120 يعني والعافيه. قلت لها اخره ايه قالت لي اخر كلام 130. قلت لها ده اخر كلام، قالت لي قلت لها طب جيت ماشيه، قالت لي ب120. اخدته ب120، جبت 2 كيلو ونص. فقولوا لي بقى اتغلبت ولا ما اتغلبتش، شاطره ولا مش شاطره، انفع ولا، يعني قولوا لي الحاجات دي كده. بس انا كنت مرضيه، حاسه ان انا كنت يعني الحمد لله جايباه، لان انا جايباه فريش وطازه، مش بايت عندها، مش لا قدر الله متلج، لا هو جاي فريش. بس كده يا حبايب قلبي. وجبت ايه تاني؟ وزي ما قلت لكم بقى الملح اهو قدامكم، والشطه والكركم. الملح ده بقى انا ما اعرفش صراحه بتحطش قد ايه على كميات اكبر، على حسب الكميه اللي قدامك. انا جبته كده كان كيلو، فبالموايمه كده رحت حاطه على قد ما هيكفي اللي انا بعمله. فبفضل الله جه بالظبط، والحبه اللي فاضوا حطيتهم من فوق. يعني انا ما وزنتش ولا حاجه، دي منازيل. بعد ما غسلته ونشفته حطيت المنازيل كده ايه في كل خيشومه حته منزيل، عشان لو في مثلا دم او ميه تشفطهم يعني. ثواني طب هخلص وهقولك. طب قول لي معاك. بس كده زي ما انتوا شايفين رحت عاملاه بقى كده كله. انت المناجيل كلها لقيتها فعلا شاربه كتير يعني الصراحه. بس وتجيبي بقى جبت الشنطه، وتحطي بقى كده فيها حبه ملح، وترصي بقى حاجه. بس الصراحه انا زعلت. هقول لكم زعلت ليه، حتى هتشوفوا في الفيديو يعني في نهايه الفيديو. المفروض ان انا كنت عايزه اخلي 2 بس،
بره الشنطة دي كلها، خليهم لوحدهم، يعني بحيث ايه افتحها لوحدها واشوفها استوت ولا لا. لو استوت هناكل منها ونخلي التانية تكمل سواها، ما استوتش يبقى انا ايه فتحت هما اتنين وما كشفتش الشنطة كلها. للاسف انا زعلانة جدا جدا، مش عارفة كده، قعدت لثواني مترددة في الفيديو وعمالة اربط الشنطة وارجعها تاني اربطها، مش عارفة، هو قدر الله ما شاء فعل، اول عن اخر، ما بنعملش اي حاجة غير باذن ربنا سبحانه وتعالى، فكله خير. بطلب من ربنا ان شاء الله ان شاء الله ولا يكتر عليه، ان المفروض يستوي قبل كده ان شاء الله، يعني يستوي قبل العيد وكده او كده، يبقى معاكم فيديو هوريكم يعني ان شاء الله، خاصة لان انا اول مرة اعمله طبعا فخايفة شوية، بس اللي بيرمي حماله على ربنا طبعا ما بيقلقش ولا يخاف. الحمد لله على كل حال. عملنا بقى كده الكحك الحمد لله، وعملنا الغريبة، لسه هنزل معاكم في فيديو الغريبة، نزلت بالكحك بس، وان شاء الله بمشيئة الرحمن النهاردة انا رايحة عند والدتي، مش هعمل كده حاجة النهاردة، يبقى بكرة بأمر الله نعمل مع بعض ايه، بكرة بمشيئة الرحمن هنعمل مع بعض البسكوت ان شاء الله بمشيئة الرحمن. بس كده يا حبايب قلبي، اهو المفروض كان اخر اتنين دول بقى، بصوا عمالة افكر اشيل ما اشيلش، احطهم ما احطهمش، كنت مترددة جامد جدا، مش عارفة الصراحة ولا لا، بس حصل خير بقى الحمد لله زي ما قلت لكم. ادي اهو، اهو بصوا، خلاص بصوا محتارة بقى، بفكر ان انا ايه هشيل دول واخليهم لوحدهم واخلي التانيين لوحدهم، فكنت مترددة عايزة حد يعني ايه يقول لي اه او لا، يشاركني يعني في التفكير، بس للاسف بقى كنت ايه قاعدة وهم بره مع نفسهم، وانا بنتي صغيرة طبعا يعني مش هتعرف تقول لي نصيحة اه او لا، فرجعت قلت خلاص بقى توكلت على الله ورحت عاملاهم كلهم في ايه في كيس واحد. في مختارها الله، وحطيتهم كلهم مع بعض وقلت خلاص مش مشكلة ايه، يستووا مع بعض بإذن الرحمن، وزي ما قلت لكم اللي بيرمي يتقال على ربنا مش بينضم ابدا غير بالخير طبعا. بس وهخزنهم بقى مع بعض كده زي ما انتم شايفين، وتدخلي بقى ايه شنطة جوه شنطة جوه شنطة جوه شنطة، يعني على قد ما تقدري تحطي شنط. انا الصراحة اشتريت ايه نص كيلو شنط، ما حطيتهمش كلهم يعني، حطيت حبه وخليت تقريبا حبة. يعني انا بحتاج يعني ايه شنط كده مثلا شنطتين اهو نعدوا مع بعض هنا. في الفريزر، احط مثلا عيش جايباه زياده كده يعني، الحاجات طبعا في البيت ما بتغنيش بقى كده، حلوه بتستفادي بيها، اي حاجه في البيت بتستفادي بيها. شنطه وكل يوم تقلبيه على الوش التاني، مش فاكره عديتهم يعني الشنطه على وشين اهي، النهارده على الوش ده بكره على الوش التاني، علشان خاطر بس ايه ما يشمش هوا خالص، كل مكان ايه ضلمه وشوفي كل شنطه بحطها لازم اخرج منها الهوا. هو اللي عملوه قبلينا قالوا كده، انا الصراحه كنت اول مره اعمله، والصراحه انا ندمت بجد بجد ان انا ما عملتوش قبل كده، يعني ازاي كنت قاعده الوقت ده كله من غير ما اعمله. صراحه كان جوزي بيوصي عليه من المنصوره، صراحه التخزين بتاعهم في الفسيخ يعني بجد الله اكبر عليهم، سلم ايديهم بجد، عشان كده ما كنتش بفكر ان انا اخزنه او اعتله هم. هو كان مع اصحابه بيوصي عليه من قبلها في المنصوره، كان بيجي لنا، وطبعا انتوا كنتوا عارفين ان شم النسيم كان بيجي قبل العيد طبعا، احنا ما كناش بناكل في شم النسيم عشان حرام، بس هو كان بيجي لنا في شم النسيم، كنا بعدها بقى بشويه كده بناكل برضه منه العيد بتاعنا، العيد الصغير برضه ناكل منه، ندي بقى الحبايب والجيران والاصدقاء كله ياخد منه، بس الصراحه كان بيبقى جميل جدا جدا. بصوا هنا ولادي مش راحميني، بصوا حتى من ورا الستاير اللي بيتكلم واللي يقول لي عايزه اقول لك حاجه ومش عارفه ايه، واللي دخل بدون استئذان وبدون اي حاجه، قلت له والله ما انا منتجه بقى الحته دي، خليك كده عشان بعد كده ايه لما اكون بعمل حاجه ما حدش
واللي ما اشتركش يا ريت ينزل يشترك فورا بسرعه بسرعه علشان يوصلوا كل جديد. لا لا قدر الله يبوظ منك طبعا. هنا كنت طالبه اللي هو الرول الاستريتش ده، الجميله الايجابيه العسل دي، ربنا يوفقك يا رب. بما ان انا حطيت نص كتير كل من بصراحه يعني ايه خدمته بمعنى اصح، مش محتاج حاجه ومش خايفه عليه. بس كده هنا جينا للحظه الحاسمه، فتحه الفسيخ. بجد والله زي ما بقول لكم انا ندمت ان انا ما عملتوش قبل كده. حاجه في منتهى الجمال، حاجه في منتهى حلوه طبعا عشان هكذب عليكم، بس يعني بجد حاجه نضافه معموله في البيت لسه فيها جبناها. وعايزه اقول لكم معلومه، ان هو مش نفس الاكل اللي عندك في يعني جوزي واخواتي وكل اللي اكل منه حاجه بقى يشكر فيه جامد جدا، ان هو ما شاء الله. يعني هي مقطع رنجة بيها المصر، بس معلش لان انا كنت بعمل ده وده بس. فاللهم صل على سيدنا محمد، كان طعم جميل جدا جدا. دي بقى زي ما انتم شايفين المفروض على فكره قعد 3 ايام تاني، لان انا كنت عاملاه المفروض 15 يوم وقعد 12 يوم بس اقول لكم على حاجه والله العظيم طلع جميل جدا جدا. وانتوا هتشوفوا انتوا اللي هتستخدموا. الصينيه دي ما كنتش بستخدمها ولا بعمل بيها حاجه، قلت ان انا مش بعمل بيها حاجه فايه احط فيها. ورحت الصراحه رميته فين، رميته في الميكرويف. انا كنت بستخدمه كتير في رمضان، كان شغلي كله في الفرن بتاع البوتاجاز. صراحه انزلي مش عارفه. فمش محتاجه ان انا اغسلها وانضفها من بره، لان دي انا ايه هبقى عاملاها مخليه وهتشوفوها معانا. انما اللي هسيبها سليمه لبنتي لازم ايه انضفها من بره، عشان لو مسكتها بايديها او كده يعني برضو ايه ما تتبهدلش. او مثلا اللي هو اسمه ايه اللي بيبقى من بره ده، مش عارفه، اللي هو القشر بتاعها من بره برضو ما يجيش من جواه. بص اللهم صل على سيدنا محمد، حاجه في منتهى الجمال، استحق عليها لايك، لا مش لايك واحد كمان، استحق عليها كتير قوي، لان تجربه كاول مره انا عن نفسي راضيه عنها. حاجه في منتهى الجمال. بص عامل ازاي، لونه وردي كده بينكي جميل قوي. يعني بجد انا ما كنتش متخيله ان انا هوصل للمرحله دي. حاجه بجد في منتهى الجمال ومنتهى النظافه، طبعا عاملاها في بيتك بايديكي. بص هنا انت بس يا دوبك ايه اللي كان في البطن، ما انتش حاجه تانية. يعني حاجه ما شاء الله. وكمان على فكره اللمبه بتاعه المطبخ ما كانتش مساعداني، لان اللمبه اتحرقت مني وانا حطيت لمبه تانية كده مؤقته على بال ايه ما اخلص الشغلانه بتاعتنا دي. بصوا عامل ازاي، يعني ما شاء الله مش محتاج اي كلام. بصوا على فكره كان فاضل من اللي احنا عملناه ده خلاص، فاضل هي فسيخيه واحده فسيخ يعني. ولازم قالوا لي تعملي لنا تاني، واخواتي قالوا لي تعملي وتعملي حسابنا بقى احنا كمان. يعني انا عملت حسابهم ايه يعني كاكله حلواني كده. كنت عامله لكل واحده معايا، قالت لي لا هاتي معاكي بقى بالمره وناكل ايه عند اليوم بتاع امي يعني. فاخدنا واكلنا مع بعض هناك، صراحه عجبهم جدا. قالوا لي بقى احنا عايزين ايه لينا احنا، قلت لهم عيني حاضر. من ان انا متعوده يعني كل سنه ببعت لهم ايه الفسيخ بتاعهم، بس زي ما قلت لكم بيبقى جاي لنا ايه جوزي اللي جايبه، مش انا اللي عاملاه. فالمره دي قالوا لي لا بقى زي ما انت هتعملي ليكي. قلت لهم ان شاء الله هعمل ليا بامر الله، عشان ولادي حبوه جدا احسن من بتاع بره. وانا ولادي اصلا بطبيعتهم بيحبوا ما شاء الله الفسيخ والرنجه، بيحبوها قوي.
قال لي طب خلاص طالما هتعملي ليكي تاني اعملي لنا بقى معاكي. فان شاء الله ان شاء الله انتظروا مني فيديو قوي للفسيخ برضه لتخزين الفسيخ، لان بجد اللي يعمل التجربه دي وتطلع ناجحه بالجمال ده بجد فعلا عمره ما ينساها تاني. عمري ما افكر اشتري من بره تاني ابدا، ان حاجه بالجمال ده وبالشكل ده لا والله طبعا خساره ان انا اشتريها من بره. واقول لكم على حاجه كمان، انا كنت في الفيديو ده كنت مشتريه مع الرنجه سردين من بره، لا انا عايزه اقول لكم ان انا هخزن سردين كمان. طريقه جميله جدا وسهله جدا ونظيفه وبتطلع يعني بحاجه، النتيجه بتطلع منتهى الجمال. يبقى ما تعمليش ليه ده. بصوا والله العظيم كمان الكاميرا ظلماه، يعني هو طالع كده كان لونه وردي كده وجميل جدا جدا، الكاميرا كمان ظلماه جامد مع اللمبه كمان اللي اتحرقت. الدنيا ايه الحمد لله على كل حال. بس انتوا شايفين الشكل عامل ازاي، برغم ان الاضاءه مش قد كده بس والله كان جميل جدا جدا. واخواتي كلوا وجواز اخواتي كلوا، واحلى حاجه عجبتهم ان هو دلع، بيقولك مش زي بتاع بره خالص، ان هي كده ايه اللحمه نفسها بتاعته دلعه، فجميله جدا جدا. يعني حلو طبعا للي عنده الضغط، حلو ان لو حد عنده املاح برضو ما يزودهاش، حاجه جميله جدا جدا. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. انا كده عملت 2 مخليين وهعمل بقى واحده سليمه لبنتي عشان هي بتحبه سليم. بصوا العيله كلها بتحبه مخلي ما عدا بنتي وجوز اختي بيحبوا سليم. ما تفهموش ايه يعني ايه السبب او ايه المشكله هنا، ان هم بيحبوا يقعدوا ينقنقوا كده ايه في الواحده وهي سليمه. دي اللي هعملها سليمه لبنتي طبعا اهي. بس كده، وكانت اكله جميله جدا جدا. ان شاء الله بامر الله هنكررها تاني عشان خلال 15 يوم بمشيئه الرحمن نفتح منها وناكل برضه ان شاء الله. بس كده يا حبايب قلبي، يا رب الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ان انا يا رب اكون عند حسن ظنكم. متنسوش اللايك والشير فضلا ليس امرا، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصله كل جديد. زي ما انتم شايفين اهو الشكل النهائي. اتمنى يا رب ان هو يكون اكون عرفت حتى لو حاجه صغيره. بس اسيبكم بقى ايه تكملوا الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله ينول اعجابكم، والفيديو الجديد هيعجبكم اكتر بمشيئه الرحمن. لايك وشير يا حبايب قلبي، لان انتوا بتنسوني في اللايك والشير. لايك وشير فضلا ليس امر. مع الف سلامه.